في 3 نقط محدش خد بالهم في الدوري المصري حصلوا وادت لهبوط ناديين وفوز نادي بالدوري ونادي على الله حكايته. اول حاجه الانديه اللي هبطت اسوان والمحله، محدش خد باله من اداره اسوان واداره المحله من اللي عملوه في الفريقين. اولا اداره المحله عندها 11 لاعب، منهم 9 اساسيين، منهم هداف الدوري تقريبا احمد الشيخ وده راح طلائع الجيش، وماو ومش عارف باو وشويه. 11 لاعب منهم 9 اساسيين. الدور الاولاني جمع 27 نقطه، في الدور الثاني 7 نقط، فده دليل ان هو لازم يهبط. طب نبص اداره المحله عملت ايه. اداره المحله نزلت الفريق درجه تانية بطريقه ممنهجه. يعني اولا المدير الفني سابته ما جددش عقده. تاني حاجه اللعيبه ما جددتش عقودها، منهم 2 أو 3 لعيبه رايحين طلائع الجيش اللي هو كان بينافس المحله على الهبوط. تخيل انت بتلعب ماتش على الصعود والهبوط وفي نفس الوقت المنافس بتاعك اللي انت هتلعب فيه السنه الجايه. يعني لو المحله قعدت او اسوان قعدت هتبص هتلاقي الجيش هينزل، فانا رايح الجيش فهلعب في الدرجه الثانيه. فشوف بقى الصراع النفسي مع اللعيبه. نروح بقى لفريق اسوان. عملت ايه اداره اسوان؟ اولا مشت مدير التعاقدات، خدت اللاعب اللي هو شايل الفرقه احمد بالحاج ودته اعاره الزمالك 6 شهور. طب انت وديته اعاره 6 شهور عوضته؟ لا ما عوضتوش، انا خدت الفلوس صرفتها على الفريق. طب اللاعب ده صانع عندك تقريبا 70% من الاهداف، 70% مشارك فيها احمد بالحاج، عوضته؟ لا، كانت النتيجه ان الفريقين هبطوا. تاني نقطه هتكلم فيها الاهلي. الاهلي عمل صفقه غريبه جدا جدا مع سيراميكا كليوباترا، اداله احمد رمضان بيكهام، محمد شكري، احمد ياسر ريان، صلاح محسن اعاره. يعني 4 لعيبه ومقابل مادي اعتقد، في مقابل ان هو خد شادي حسين ومصطفى ميسي. فما اعرفش، يعني صفقه فاشله. ال4 لعيبه دول مساهمين مع سيراميكا في 27 هدف. يعني تقريبا اللي قعدوا سيراميكا واللي جاب لهم كاس الرابطه ال4 دول، في حين ان الاهلي خد شادي حسين وخد ميسي مفيش اهداف خالص. صفقه فاشله واداره الاهلي فشلت في التعاقد ده. ثالث نقطه امام عاشور. الزمالك وهو بيصفره بره عارف ان في احتمال انه يرجع على الاهلي. طب انت حط 40% اعاده بيع. يعني لو انا هبيعك للبيت لان انت مش عايزه يرجع، حط له 40%، 30%، السنه اللي بعدها 20، السنه اللي بعدها 10، بحيث انه حتى لو رجع على الاهلي اقدر استفيد منه ماديا او اوقف حتى الصفقه عشان المقابل المادي بتاعها هيبقى كبير، والاهلي مش هيقدر يدفع ال 3 مليون دولار او ال 4 مليون دولار زائد ال 20% للزمالك. رابع نقطة نادي الاسماعيلي. معرفش ايه مؤهلات ميدو ان انت تجيبه يمسك فريق زي الاسماعيلي، ما دعمتوش كويس، بس عايز تقعد، يعني عايز تعدي السنة وبعد كده نشوف هنعمل ايه. فتجيب ميدو اللي هو ما فيش انجازات، اقصى انجاز عمله تقريبا خد كاس مصر كده سنة 2007 باين او 2008 او 2018، يعني حاجة زي كده. فما فيش امكانيات، ما فيش اي انجاز عمله، وتمسكه نادي زي الاسماعيلي انت عايز تنشله اساسا من الوضع اللي هو فيه. فكانت النتيجه ان الاسماعيلي كان هيهبط، ولو كان استمر ميدو كان زمان الاسماعيلي دلوقتي في مجموعه القناه.